أماكن لازم تزورها لما تيجي على مدينة هاري بوتر في اسكتلندا. أول ما توصل على أدنبرا هتبدأ بفيكتوريا ستريت، من أشهر وأجمل شوارع أدنبرا. الشارع ده استوحت منه جي.كي. رولينج كاتبة هاري بوتر فكرة شارع دياجون أليه. هتلاقي هناك المحل الرسمي لهاري بوتر واللي هتلاقي فيه كل حاجة تخص الرواية. بعد كده خد نفسك واطلع على رويال مايل، من أقدم وأشهر الشوارع في أدنبرا. الشارع ده مليان بالمباني الأثرية وأشهرها قلب أدنبرا وكاتدرائية سانت جايلز، ولو انت محظوظ هتلاقيها مفتوحه وتقدر تدخلها زي ما انا عملت. وما ينفعش تروح هناك من غير ما تزور قلعه ادنبرا. القلعه دي مبنيه على بركان خامد وتعتبر من اهم معالم المدينه، ومن هنا تقدر تشوف المدينه كلها من فوق. هتلاقي كمان هولي رود بالاس، احد اهم القصور الملكيه اللي كانت مقر لملوك اسكتلندا على مدار العصور. اما لو حابب تاخد استراحه من وسط المدينه، خد اتوبيس لاطراف ادنبرا وزور ديم فيليج، قريه صغيره ممكن تعتبرها قريه للصحراء او حتى انها من عالم خيالي زي ما شفنا في الافلام. واخر حاجه، لو حابب تاخد استراحه بعد اللف الطويل ده، تقدر تروح لاشهر كافيه في ادنبرا وهو ذا ميلك مان كافيه. هتلاقي ليه فروع كتيره وكلهم مميزين في قعدتهم. ادنبرا مليانه اماكن لازم تزورها عشان تعيش ذكريات الطفوله، وهتخليك تحس انك في روايه هاري بوتر من كتر جمالها. فلو مهتم اكتر عنها وحابب تعرف خطه سفر ليها، سيب لي كومنت وانا هبعت لك تفاصيل اكتر عنها.